تخيل يا عزيزي ان دي تالت مرة بطلنا يروح للجزء الجنوبي من المنطقة علشان مقتنع ان لسه في اثار للمعدن، بس هو بيدور على المعدن ده. عالم الجيولوجيا بيتعض من تعبان فبيعمل فتحة في ايده علشان يطلع السم، ولما بيحاول يطلع موبايله علشان يطلب النجدة الموبايل بيقع من ايده في حفرة، فبيجري في الغابة وهو بيحاول يوصل للكوخ بسرعة علشان يتصل بالاسعاف. بس عقبال ما بيوصل بيبدأ يحس انه تعبان وبيغمى عليه وجسمه بيحاول يطرد السم لوحده، بس بعدين بيحس بوجع غريب في جسمه وبيسخن جدا. ولما بيصحى بعدها بيبص على ايده وبيلاقيها ورمه وبرضه مش بيقدر يقوم ويتصل بالاسعاف. وفي اليوم ده بيلاحظ ان في 2 رجاله بيحاولوا يدخلوا بيته، بس لما بيعرفوا ان صاحب الكوخ تعبان بيقرروا يسيبوه ومش بيساعدوه حتى، وبيفضل على الحال ده لكام يوم كده بين الحياه والموت. بس لما بيقوم اخيرا بيلاقي الجرح اللي في ايده خف، وبعد ما بيشرب بقين ميه بيرجع ينام وبيصحى تاني يوم، وبعد كده بيلاقي نفسه خف تماما. وبعد ما بياخد دش بيروح لعربيته وبيلاقيها متغطيه تراب زي ما يكون بقالها كتير قوي مركونه. ولما بيوصل سان فرانسيسكو ايسي بيلاحظ ان المكان ده مهجور وبيحاول يفهم ايه اللي حصل، فبيلاقي جثث مرميه في الشوارع عادي جدا. ولما بيمشي اكتر بيلاقي عربيات عسكريه وجثث جوه العربيات كمان. وبعدين بيلاقي رساله على شاشه بتقول ان في عدوى انتشرت على مستوى العالم وده خلى حكومه الولايات المتحده توقف الملاجئ. وبعد ما بيقرا الرساله دي وبيفهم اللي حصل بيركب عربيته وبيروح على بيت اهله، وهناك بيعرف انهم اتصابوا بالعدوى هم كمان. ولما بيدخل اوضه تانية بيلاقي جثه باباه على السرير وجثه مامته مرميه على الارض في الحمام. وبعد ما بيعيط شويه بيحفر حفره كبيره في الجنينه علشان يدفن فيها اهله وبيودعهم. وبالليل بينام في اوضته القديمه، وتاني يوم الصبح بيروح الكنيسه وبيلاقي هناك جثث بالهبل لناس راحت تبات في الكنيسه على امل انهم ينجوا من المرض ده. وبعدها بيروح للسوبر ماركت يجيب شويه حاجات محتاجها وبيحاول يسيب البلد دي، لكن بيكتشف ان الكوبري مقفول، فبيتعصب لما بيلاقي ان ده الطريق الوحيد اللي كان هيخرج منه. فبيفضل ماشي بالعربيه لحد ما بيوصل للوس انجلوس وبيلاقيها هي كمان فاضيه، فبياخد دش سخن وبعدها بيقرر يروح البار. وهناك بيتفاجئ لما بيلاقي ميلتون، وميلتون بتوري له فيديو بيشرح كل حاجه حصلت بالتفصيل بخصوص العدوى اللي موتت ملايين من الناس. ومن كام يوم ميلتون وين اتقابلوا في نفس الفندق، ومن وقتها وهم بيسكروا علشان يحاولوا ينسوا الناس اللي خسروهم. وتاني يوم الشباب بياكلوا اكل ميلتون اللي بتحضره، وايسي بيقول وقتها انه ناوي يروح يدور على ناجين تانيين. وفي اللحظه دي بيعرف ان الناس اللي قابلهم عندهم خطه تانية احسن كانوا ناويين ينهوا بيها كل حاجه. والظاهر كده ان مولد الفندق هيفضل شغال لحد كام اسبوع، ولحد الوقت ده هم هيكون عندهم كميه كبيره من الاكل والشرب، لكن لما الكهرباء هتتقطع وقتها كل حاجه هتنتهي وهم كمان هينهوا حياتهم بالمسدس اللي معاهم. وايسي لما بيسمع ده بيسالهم هم ليه ما يخرجوش للعالم ويدوروا على طرق تانية يعيشوا بيها، بس بعد كل اللي عاشوه محدش فيهم ناوي يعيش اطول من كده لانهم مش شايفين ان في سبب يخليهم يعيشوا اصلا. ولما ايسي بيلاقي ان الاتنين ناويين يفضلوا هنا لحد ما يموتوا بيقرر يمشي علشان ما يتجننش معاهم، وبياخد العربيه وبيبعد. فبيسوق بسرعه جدا وهو حاسس باحباط ومش بيقف غير لما بيلاقي كلب في الشارع، وفي اللحظه دي بيقرر يتبنى الكلب ده وبيسميه لاك. وبعد ما بيحط معاه في العربيه بيرجع بلده وبيقرر يقف عند مكتبه، وهناك بيختار كتب عن مواضيع مختلفه علشان يدرسها لانه مش عارف لسه المستقبل مخبي له ايه. وايسي بيقرر يقضي اخر ايام او شهور او سنين هيعيشها وهو في بيت اهله مع لاكي، وبيعمل كمان روتين جديد وهو مع الكلب بتاعه، ولمده سنه الاتنين بيقدروا يعيشوا. وايسي بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان ما يتجننش، وبنعرف انه هو صغير كان دايما بيعتبر ان العزله دي نعمه كبيره جدا، بس دلوقتي هو ما بقاش عنده اختيار انه يشوف ناس اصلا، وبيستوعب هنا ان الوحده دي صعبه جدا. وفي يوم وهو واقف في البلكونه بيلاقي اثر دخان خارج من مدخنه، فبيتمنى ان يكون في حد عايش غيره. وبعد شويه بيقرر يروح البيت ده، ولما بيروح بيقابل هناك ايما، واللي اول ما بتشوفه بتستقبله احسن استقبال. وبعد ما بتتاكد ان مفيش منه خطر بتقرر تدخله لبيتها، وبتقول له انها جت البلد دي من كام يوم، وهي بتشرب معاه شاي بتحكي له شويه عن رحلتها لحد ما وصلت لسان فرانسيسكو، وبتعزمه كمان يبات معاها. وتاني يوم ايسي بدل ما يمشي ويكمل رحلته لوحده بيعرض على ايما انها تعيش معاه في بيته علشان يقدروا يساعدوا بعض ويسلوا بعض في الحياه المنيله دي. وايما بعد ما بتتفرج على بيتها الجديد بتبص على جوده التربه اللي في الجنينه علشان تشوف لو ينفع يزرعوا فيها اي حاجه ولا لا. وفي الوقت ده ايسي بيقطع الحبل اللي كان معلقه في السقف لانه خلاص دلوقتي لقى حد، وبيبدا يحس ان في سبب يخليه يعيش. ولما بيبصوا على المخزن ايما بتلاحظ ان في فار في البيت، فايسي بيروح السوبر ماركت يشتري سم فران، وهناك كل واحد فيهم بياخد عربيه علشان يحطوا فيها كل حاجه هم محتاجينها. وايما بتخاف لما بتلاقي جثه ام وبنتها على الارض، وحتى بعد كل اللي عاشته في الكام شهر اللي فاتوا ما بتبقاش قادره تتعود برضه على منظر الجثث اللي في كل مكان، بس ده بيديلها دافع انها تحاول تعيش لحد الاخر. وبعد كام يوم ايما وايسي بيكونوا اتعودوا على بعض خالص ولا كانهم يعرفوا بعض بقالهم سنين، ومع الوقت بيبقوا اقرب وبيثقوا في بعض اكتر واكتر. ولما ايسي بيفكر في موضوع انه يبني عيله مع ايما بيروح يجيب الواح شمسيه علشان يضمن انه يكون عنده كهرباء في البيت، بس هو بيعلق الالواح دي بيقع من على السطح ورجله بتتكسر، وايما هي اللي بتعالج له اصابته دي
وبتقول له انها مفتقده احساس انها تكون حوالين الناس. ولما ايسي بيتحسن ايما بتقول له انها حامل، لكن ايسي بيتوتر وبيقلق بعد ما بيسمع الخبر ده، وبيخاف لما يقدرش يضمن لها حمايه في وقت الولاده او انه يوفر لابنه حياه كويسه. بس ايما بتساعده يهدى، وتاني يوم على طول ايسي بيروح المكتبه يدور على كتب بخصوص الولاده، لان طبعا مراته مش هتلاقي مستشفى ولا دكاتره يولدوها وقتها. وفي الكام شهر اللي بعد كده ايما بتحاول تحافظ على نظام غذائي كويس، بس بيجي عليها يوم وبتحس انها عايزه تاكل لحمه، فجوزها بيخرج وبيصطاد وبيجيب لها بقره، مع انه ملوش في النوع ده اساسا من الصيد، بس بيعمل اللي يقدر عليه علشان يوفر احتياجات عيلته، وبيمشي ورا التعليمات اللي موجوده في الكتاب علشان يعرف يفصل بين اجزاء اللحمه. وهو بيعمل كده بيقرف وبيحتاج شويه وقت، وبعدين بيرجع يكمل. وبعد ما بيشيل كل الاجزاء اللي محتاج يشيلها بيرجع البيت لمراته باللحمه اللي طلبتها. واخيرا بيخلص تركيب الالواح الشمسيه. وبعد ما بتختفي القطط الفئران عددها بيبدا يزيد لحد ما بتسيطر على شوارع سان فرانسيسكو. وفي نص الليل بيلاقوا فئران كتيره بتقرب عليهم، وايسي بيحاول يبعدها وايما بتضربهم بالنار، وكمان بيولعوا نار علشان يخلصوا من الزباله اللي بتلم الفئران عليهم. وايسي بيرمي بواقي البقره اللي اصطادها من كام يوم علشان ريحتها بتلم فئران اكتر. بس بعد كل اللي بيعملوه ده الفئران بتحاول تدخل البيت برضه، فايسي وايما بيدخلوا البيت وبيقفلوا كل الابواب والشبابيك علشان يمنعوا اي فئران من انها تدخل. بس بعد ما بيقفلوا كل ده بيلاقوا لاكي اتحبس بره، فايسي بيفتح له الباب بسرعه علشان ينقذه، والفئران بتستغل الفرصه وبتدخل البيت. وايسي بيفضل الليل كله وهو بيحاول يخلص منهم، وبعد ما بيرتاح منهم اخيرا بيساعد ايما تعالج جروح لاكي، والكلب بيعيش فعلا. والايام بتعدي والقطط عددها بيرجع يزيد وبتحل ازمه الفئران دي. ولما بيجي ميعاد ولاده ايما جوزها بيحاول يساعدها بكل الطرق، وبيقدروا يخلفوا من غير اي مساعده طبيه. وفي سادس سنه بعد الازمه دي ايسي بيبقى راجع البيت بعد يوم طويل جدا من الصيد، وبالصدفه بيخبط حيوان على الطريق. ولما بينزل يشوف الحيوان ده كويس ولا لا بيلاقي بنته وبيجري وراها وهو بيحاول يتواصل معاها، لكن البنت بتبقى خايفه منه وبتحاول تخليه يبعد. وبعدين بتفهم انه مش ناوي يأذيها، وفي اللحظات دي بيقول لها انه متجوز وعنده طفلين، ده غير ان هو ومراته عايشين مع ناس تانيين. وبيقول لها انها تقدر تعيش معاهم لو هي ما عندهاش مكان تاني تعيش فيه، بس هي بدل ما تعيش معاهم بتقرر تفضل في الغابه لوحدها. بس بعد ما ايسي بيرجع لعربيته بتروح وراه وبتستخبى في شنطه العربيه. ولما بيوصلوا البيت ايسي بيعرفها على عيلته، بس البنت بتفضل ساكته، فبيقرروا يدوها شويه وقت لحد ما تتعود. وفي وقت الفجر مورين بتجيب فطار للبنت، بس ليفيا بتضربها ومش بتخليها تقرب منها. بس بشويه وقت كده وشويه صبر بتقدر تكسب ثقتها. ولما ليفيا بتدخل تاخد دش مورين بتقرر تبص على الحاجه اللي معاها في الشنطه، وبتلاقي كراسه فيها رسومات. بعدين بتدخل تجهز له اوضه علشان ترحب بيها. وفي الوقت ده جورج وايسي بيخرجوا يصطادوا وبيلاقوا الكوخ اللي البنت كانت عايشه فيه مع عيلتها. ومع انهم ما عندهمش فكره عن اللي حصل لعيلتها، بس بيعرفوا ان في حاجه بشعه حصلت في المكان. واول ما بيوصلوا البيت بيسمعوا قرايه الجواب اللي مورين لقته في شنطه البنت، وبيفهموا انها بطلت تتكلم بسبب صدمه نفسيه عاشتها. وفي الوقت ده العيله بتقرر تتبناها علشان يضمنوا انها تقدر تعيش طفوله كويسه. وبعد كام اسبوع ايما وايسي بيخلفوا ابنهم الثالث وبيكونوا طايرين من الفرحه. وبعد سنه الاطفال وهم بيلعبوا في الجنينه ايسي بيسمع صوت حاجه بتقرب، فبيمسك المسدس وبيروح هو وايما وجورج يشوفوا في ايه. وبيلاقوا وقتها عيله مولي، والست بتقول لهم انها قرأت اليافطه اللي ايسي كاتبها على الحيطه من 7 سنين بخصوص ان في ناس تانية عايشه، وعلشان كده هم بيقرروا يجوا. وبعد ما بياكلوهم مورين وجورج بيقولوا لهم ان في بيت فاضي في المنطقه علشان لو حابين يفضلوا في البلد. بس المشكله ان ايسي بيعترض على الفكره دي وبيقول لمراته انه مش حاسس انهم يقدروا يثقوا في الناس دي. بس رغم كده ايما بتقدر تتفاهم مع الناس الجديده. وتاني يوم ايسي بيخرج معاهم علشان يجيبوا اكل، وهم بيدوروا مولي بتدخل مستشفى مهجوره وبتلاقي هناك كلب وهي بتدور على حاجات تستخدمها. وبعد ما بتخوف الكلب بطفايه الحريق بتفتح كابينه الادويه وبتاخد كل اللي قدامها. ومع الوقت ايسي بيلاقي انه يقدر يثق في الناس الغريبه دي، وايما بتطلع عندها حق من تاني. ومع حمل جين العيله بتكبر اكتر واكتر، والست بتلاقي دعم كبير من كل صحابها وبيساعدوها مع ابنها الجديد. وبعد فتره مورين كمان بتولد اول طفل ليها، وجورج بيتحمس جدا لفكره انه هيبقى اب. وفي وقت قصير العائلات بيبقوا عاملين زي مجتمع صغير وبيتجمعوا كلهم علشان يعملوا حفله لعيد ميلاد هيدز ال13. وفي اليوم ده بتحصل عاصفه قويه والبنت بتلاقي ان لاكي مش موجود، فايسي بيقلق على الكلب بتاعه وبيروح يدور عليه. وبعد شويه بيلاقيه ميت تحت غصن شجره. وايما اول ما بتسمع صوت صريخ جوزها بتفهم اللي حصل، فبتروح له بتواسيه علشان عارفه قد ايه جوزها بيحب الكلب ده. وتاني يوم ايسي بيدفن الكلب في الجنينه بتاعه البيت، وهو بيشتغل بيلاقي فهد بيقرب من الاطفال علشان يهجم عليهم، فبينط هو قدام الحيوان وبيحاول يواجهه، ولكن الفهد بيعضه. وقتها ما بيكونش فيه غير ليفيا واقفه، واللي لما بتشوف الراجل اللي ساعدها وانقذها وهو في الموقف ده بتنطق اخيرا وبتصرخ وبتنادي على اصحابهم علشان حد يجي يساعده. وفعلا الناس بتيجي في الوقت المناسب، ومولي بتعتمد على صحابها علشان يعالجوا ايسي. وايما بعد ما بتطمن على جوزها بتخرج تقتل الفهد اللي عمل فيه كده، وبتخلص عليه ب3 طلقات بس. وبعد كام اسبوع
إيسي بيرجع يمشي من تاني وبيخف واحدة واحدة. وبعد كام سنة هيدز وهيف ابن جين الكبير بيقرروا يطلعوا في رحلة حوالين البلد علشان يعني يشوفوا العالم بره سان فرانسيسكو. وبعد ما بيودعوا أهلهم الشباب بيبدأوا رحلتهم وبيوعدوهم إنهم يرجعوا قبل الشتاء. وبعد كام أسبوع العيلة بتتأثر بسبب الجفاف وبيروحوا عند شركات المية يشوفوا إيه المشكلة، بس هم ماشيين بيلاقوا عربيات فيها ناجين تانيين فبيرجعوا البيت على طول بالعربية. ولأنه بيحاول دايما يحمي عيلته مش بيثق في الناس الجديدة دي، لكن تشارلي بيروح وراهم وبيحاول يتعرف عليهم. وبعد الراجل ما بيعرفهم بنفسه بيسألهم إذا كان ينفع هو وعيلته يستقبلوهم ولو لليلة واحدة حتى. أما إيما بقى فبتعزمهم على العشاء، ومن كلامهم مع بعض تشارلي بيقول له إنه معاه حفار ويقدر يعمل لهم بير. وفي ال3 أيام اللي بعد كده الرجالة كلهم بيشتغلوا مع بعض علشان يطلعوا مية. وفي المقابل تشارلي بيطلب من إيسي إنه يروح معاه يملى بنزين علشان يعني أهله يقدروا يكملوا رحلتهم بعد ما يخلصوا. بس إيسي لما بيشوف أسلوبهم بيبدأ يشك إنهم عايزين ياخدوا الأرض دي. بس لما بيقول كده لإيما، إيما بتزعق له وبتقول له إنه محتاج يثق في الناس أكتر من كده. فهو بيحاول يهوي دماغه ويفصل شوية، بيطلع يتمشى وبيرجع للغابة لوحده وبيفضل يلف لحد ما بيتوه. وفي وقت الفجر إيما بتبدأ تقلق فبتجهز علشان تروح تدور عليه، بس لما بتبقى هتخرج بتلاقيه رجع فبتزعق له علشان قلقها جامد. بس بعدين بتلاحظ إن جوزها كان محتاج فعلا يقعد لوحده ويفصل شوية وبتقرر تسامحه. وبعد شوية بتبدأ تحس إن عنده حق بخصوص تشارلي. وتاني يوم الصبح الرجالة بيكملوا حفر لحد ما المية أخيرا بتطلع. بس وقتها إيسي بيتأكد إن عنده حق، وده لأن تشارلي بيظهر على حقيقته وبيقول له إنه مش ناوي يمشي يومها. وبعد ما بيحتفلوا كلهم المجنون بيهجم على ليفيا في الزريبة، وأول ما إيسي بيسمع صوت صراخها بيجري عليها وبيتغاظ من اللي حصل ده. فبيجمع عيلته كلها وبيتفقوا على اللي هيعملوه في تشارلي بعد ما عرفوا حقيقته. وإيما أول ما بتسمع باللي حصل مش بتفكر كتير وبتقول على طول إن تشارلي لازم يتقتل، وبتكون معتمدة على دعم باقي أصحابهم. وبعدها إيسي بياخد الشاكوش في إيده وبيروح لمقطورة تشارلي وبيقول له بكل ذوق إنه لازم يمشي حالا. بس طبعا تشارلي بيرفض. وقتها إيما وعيلتها بيخرجوا وكلهم معاهم الأسلحة، فتشارلي بيتريق عليهم. وإيسي بيتغاظ لما بيشوف بجاحته دي بعد ما حاول يأذي البنت فبيموته وبيرمي جثته في البحر. وتاني يوم الصبح إيما بتخرج تعرف رجالة تشارلي باللي حصل، وبتديلهم الاختيار إنهم يفضلوا يا إما يمشوا مع سيلاس. ولأن الكل عارفين شخصية تشارلي عاملة إزاي محدش بيقاوح وبيطنش اللي حصل. وبعد ما سيلاس بيطرد من المجتمع بيرجع بعد كام ساعة وبيتحايل عليهم يدخلوه، بس إيسي بيرفض يدخله لأنه عارف إنه كان قريب جدا من تشارلي وكان ناوي كمان يساعده إنه ياخد الأرض دي منهم. وبعد 3 سنين كل حاجة بتبقى ماشية تمام، بس جوي ابن إيسي الصغير بتظهر عليه أعراض نفس المرض اللي تسببت في وفاة الملايين. وبعد فترة المرض بينتقل لباقي الناس والكل بيساعدوا بعض علشان يتغلبوا على المرض ده. وفي الوقت ده إيسي بيلاقي بنته رجعت وهي منهارة لأنها بتقول لهم إن ريف مات. ولما إيسي بيسمع ده بيحس إنه بيتعاقب على اللي عمله في تشارلي، فبيحاول يدور على علاج لعيلته وأصحابه وبيعدي من على الكوبري بالعجلة وبيدخل مستشفى مهجورة. وقبل ما يمشي بيقعد يدعي كتير إن ربنا يسامحه لأنه خايف يكون بيتعاقب في ابنه، فبيطلب إن هو يتعب بدل جوي. ولما جين بتعرف إن ابنها مش هيرجع البيت بتسأل عن اللي حصل، وهيدز بتقول لها إن في وقت الرحلة لقوا أسهم مرسومة ومشي وراها، واكتشفوا إن موضوع إنهم يلاقوا ناس عايشة ده بيبعدهم أكتر من ما كانوا مخططين، وعلشان كده قرروا يرجعوا. بس قبلها قرروا يباتوا في خيمة فوق التل علشان يرتاحوا. وفجأة طلع عليهم حرامي كان عايز ياخد أكلهم كله. ولما ريف أخد باله إن الراجل عايز يأذيهم حاول يواجهه، لكن الراجل ضربه بسكينة في بطنه. ولما هيدز شافت ده مسكت الفاس وحدفته على الراجل وموتته. وبعدها حاولت توقف النزيف وتنقذ ريف، لكنه بيخسر دم كتير جدا وللأسف بيموت. وتاني يوم كوري بيسأل عن شكل الراجل ده، وهيدز بتوصف لهم الوشوم اللي كانت على دراعه، فبيكتشفوا إن الحرامي ده يبقى سيلاس اللي هجم عليهم قبل كده، بس بيقرر يحتفظ بالمعلومة لنفسه. وفي الوقت ده إيسي بيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه علشان ينقذ ابنه، وكل اللي اتصابوا في المعسكر بيتحجزوا وبيبداوا يخفوا كلهم ما عدا جوي اللي مع الوقت بيتعب أكتر. وفي يوم بعد ما كان بقاله أسابيع نايم في السرير للأسف بيموت. وطبعا إيسي بينهار، فهو حزين على ابنه بيروح يمسح الرسالة اللي مكتوبة على الحيطة، وبعدين بيروح المكتب وبيقعد يكسر في كل حاجة بيلاقيها قدامه لأن ده كان مكان جوي المفضل. بس مع الوقت ومع دعم مراته ليه إيسي بيقرر يتخطى ويرجع يحط أمل في المستقبل. وفي يوم وهو بيتمشى لوحده في الغابة بيتفرج على غروب الشمس، وبيلاقي وقتها إن اللي كان مستنيه بقاله كتير حصل أخيرا والكوكب خف. وبعد سنة إيسي بيلاقي مذكرات جوي وبيلاقيه مسجل عبقريته، ومع إنه ما دخلش جامعة بس قدر يرسم نموذج لترددات الراديو وشوية كمان أجهزة تانية كده واللي كانت موجودة في العالم الحديث بس ما حدش قدر يوصل لها. وهو بيقرأ أفكار ابنه في المذكرة إيسي بيكتشف إن ابنه كان بيحلم يلاقي ناجين تانيين ويشاركهم اختراعاته، فعلشان يكرم ذكرى ابنه إيسي بيقرر يستخدم مذكرات جوي علشان يبني بيها راديو بهدف إنه يعرف إذا كان في ناس تانية منتشرين على الكوكب، وبمساعدة أصحابه بيقدر ينفذ المشروع ده. وبيقضي ساعات وهو بيحاول يتواصل مع أي مستعمرة. وإيما لما بتلاقي جوزها بقى مهووس بالمشروع ده بتقرر تاخده يفصل شوية وبيلعبوا كرة سلة مع أصحابهم. وبعد اللعب هيدز
هيدز بتتكلم عن الاسهم اللي شافتها في الرحله اللي طلعتها مع ريف، وعلى حسب كلامها الاسهم كان معاها تسلسل ارقام، وايسي لما بيسمع ده بيحس انه لو ظبط الترددات على الارقام اللي هيدز بتقول عليها يمكن وقتها يقدر يتواصل مع الناجين، فبيتحمس جدا للموضوع، وايما وباقي الناس بيساعدوه. واول ما بيجربوا بيلاقوا الجهاز نجح بيسمعوا صوت واحده اسمها بيني لوبي وبيتاثروا جدا، والست بتقول لهم انها عايشه في المجمع اللي فيه 77 شخص، وبتقول لهم ان المكان كان جنينه الاول وانه على بعد اقل من 160 كيلو من سان فرانسيسكو. والاسبوع اللي بعده على طول ايسي واصحابه بيتفقوا يسافروا لهناك وبينضموا للناس دول وبيعملوا مستعمره اكبر واقوى. وبعد ما بيكمل ال50 سنه من بعد الكارثه اللي حصلت دي واللي قضت على اكتر من 90% من البشر، ايسي بيدي الشاكوش بتاعه لجاك ابن هيدز الكبير، وبيحس انه محظوظ علشان فضل عايش لحد ما قابل اولاده. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.